السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم أخوكم عمرو الحداد من قناة ازرع صح. النهاردة هنتكلم عن نبات الريحان. كلنا بنشتكي من نبات الريحان. نبات الريحان بيكون عندنا ما بيكبرش، النبات بيكون ضعيف، النبات ما بيعملش ريحة، الأوراق بتاعته كلها صفراء، لا بتبدأ تتساقط. فمشاكل كتير بتواجه نبات الريحان. احنا النهاردة من داخل المشتل بتاعنا هنقول لحضراتكم احنا بنعمل ايه لنبات الريحان علشان نخلي نبات الريحان لو هو صغير يكبر بسرعه، لو النبات اوراقه صفراء هتبقى خضراء، والاوراق هتكون كثيفه جدا على النبات، هيعمل ريحه، هنحصل على نبات ريحان كبير جدا. فبنصحك انك تتابع الفيديو للنهايه علشان تستفيد باكبر قدر ممكن من المعلومات. اول حاجه يا اصدقائي لازم نعرفها وبتاثر على نبات الريحان وهي عمليه ري النبات. اي نبات في الدنيا ان انت تزود كميه الميه فيه تعرف ان النبات هيصاب بالعديد من الامراض الفطريه والحشريه، تعرف ان ده هيحصل عندك اختناق في الجذور، وعدم قدره الجذور على التنفس، عدم امتصاص العناصر الغذائيه اللي موجوده او اللي احنا بنضيفها للنبات عن طريق الجذور. فعشان كده لما نروي النبات نروي باعتدال، خلي التربه زي الاسفنجه المبلله، ولا نزود كميه الميه ولا نقلل كميه الميه. ولما ناجي عايزين نعرف النبات هل هو محتاج للري ولا لا، ما نحكمش على النبات من الطبقه السطحيه. كل اللي احنا هنعمله نعمل ثقب في سطح التربه على عمق 5 سم ونشوف هل في رطوبه من جوه ولا لا. لو في رطوبه ما نرويش، لو ما فيش نروي. الحاجه اللي بعد كده يا اصدقائي وهي عمليه التسميد. عمليه التسميد مهمه جدا لنبات الريحان. لو عندك اسمده طبيعيه تستخدمها، ما عندكش هتجيب NPK، اسمده طبيعيه زي قشر الموز، زي قشور البيض، زي ماء سلق البيض، زي ماء الارز، ماء التمر. كل الحاجات دي مهمه جدا. طب ما عنديش الحاجات دي، استخدم سماد NPK، بجيبه من المشاتل او من المحلات اللي بتبيع المستلزمات الزراعيه. بروح اقول له عايز سماد NPK، بجيب السماد بيكون عباره عن بودره، باخد معلقه شاي صغيره مسح على لتر ميه وابدا اروي النبات مره كل شهر. الحاجه اللي بعد كده يا اصدقائي وهي ان احنا نبات الريحان بيحب اشعه الشمس، يعني لازم نعرض نبات الريحان لاشعه الشمس لمده ما تقلش عن 6 ساعات في اليوم. لو اقل من كده النبات هيبدا ان هو يتاثر. لو النبات عندك في ظل فبالتالي النبات هيكون ضعيف، فعشان كده نعرضه لاشعه الشمس لمده ما تقلش عن 6 ساعات في اليوم. الحاجه اللي بعد كده يا اصدقائي وهي اهم شيء بتأثر على حجم نبات الريحان عندك وهي التزهير. نبات الريحان بيعمل شماريخ زهرية، فعشان لو أنا سبت الشماريخ الزهرية فبالتالي أنا بشجع التزهير على النمو الخضري. إذا الآثار هتكتر والنبات أو نبات الريحان هيبقى عندك ضعيف، النبات مش هيكبر، النبات الأوراق هتبقى صفراء، لأن كل العناصر الغذائية راحة للتزهير، راحة للشماريخ الزهرية. فلو عايز النبات يكبر عندك لازم تتخلص من الشماريخ الزهريه دي. حد هيطلع يقول لي طب هي اللي بتعمل ريحه. ما هو انت عايز حجم كبير للنبات، لو سبتها هتتخلص او هتقضي على نبات الريحان، هيبدا النبات يموت عندك بالبطيء. عشان كده لو عايز النبات يكبر، عايز اوراق خضراء، اوراق كثيره، لازم تتخلص من الشماريخ الزهريه اول باول. ممكن تسيب واحده او اتنين مفيش مشكله، لكن ما تسيبش الكميه دي كلها على نبات الريحان. يبقى ما تسيبش الشماريخ الزهريه دي، لانك لو سبتها كل العناصر هتروح للشماريخ الزهريه والنبات هيبقى يضعف عندك. فهو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. لو انت عايز تحافظ على نبات الريحان لازم تعمل الحاجات دي كلها. هو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجه منه. فلو عجبك ما تبخلش علينا اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد في عالم الزراعه من قناه ازرع صح. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.